ازاي تعمل بورتفوليو يشد العملاء؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج انا مصمم مش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي مصمم، وهي البورتفوليو. اكيد سمعت عن البورتفوليو او سابقة الاعمال، بس السؤال ازاي تصممه بطريقة تشد العميل وتخليه يختارك. البورتفوليو مش بس وسيلة لعرض شغلك، ده هو اول انطباع بياخده العميل عنك. لو عملته صح هيكون عندك فرصة اكبر للحصول على مشاريع جديدة وعملاء دايمين. النهاردة هنعرض مع بعض ازاي تبني بورتفوليو قوي مميز واحترافي. اول حاجة، ليه البورتفوليو مهم؟ في عالم التصميم البورتفوليو هو اول حاجة العميل بيشوفها. يعني لو ما عندكش بورتفوليو او البورتفوليو بتاعتك مش قوي، فرصك هتقل. انت مش لوحدك في السوق، فوجود بورتفوليو مميز بيوضح مهاراتك وقدرتك على حل المشكلات بطرق مبتكرة بيخلي العميل يثق فيك. البورتفوليو مش مجرد عرض اعمال، دي طريقة لعرض تفكيرك الابداعي، طريقتك في تقديم حلول للعميل، واسلوبك في ادارة المشاريع. يعني مثلا ما ينفعش تبعت له شوية صور على الواتساب بجودة ضعيفة وتقول له هو ده شغلك وهي دي البورتفوليو بتاعتك. لازم الموضوع يكون منظم اكتر من كده ومتعوب عليه اكتر من كده ومعمول بشكل احترافي وابداعي اكتر من كده. النقطة التانية، اختار المشاريع بعناية. اول خطوة في بناء البورتفوليو هي اختيار المشاريع المناسبة لعرضها. كل مشروع هتختاره لازم يكون بيعكس مهارتك بأعلى مستوى. حاول تركز على الجودة مش الكم. المشاريع المميزة خلي المشاريع اللي بتعرضها هي الأفضل عندك. يعني لو في مشاريع قديمة مش بتعكس مستواك الحالي ما تعرضهاش. المشاريع الحقيقية والعملية، خلي المشاريع الحقيقية جزء من البورتفوليو. لو مش لاقي مشاريع حقيقية ممكن تبدأ تعمل تصميمات افتراضية أو مشاريع لأصدقاء أو حتى مشاريع وهمية. كلنا عملنا كده. تنوع المشاريع، خلي البورتفوليو متنوع. لو كنت بتعمل تصميمات لوجو، حاول تضيف شوية مشاريع تانية زي السوشيال ميديا أو المطبوعات. ده هيبين للعميل قدرتك على التعامل مع أكتر من نوع تصميم. النقطة الثالثة، تقديم المشاريع بشكل احترافي. ازاي تقدم المشاريع بطريقة تبرز قوتها؟ العرض مهم زي المحتوى نفسه. العرض المحترف بيخلي العميل يشوفك محترف بجد. زي ما قلنا من شوية، ما ينفعش تبعت له شوية صور على واتساب وتقول له هو ده شغلك. أكيد هيشوفهم ويتجاوزك. لازم البورتفوليو بتاعتك تكون بتعبر عنك وبتعبر عن مستوى شغلك. وصف المشروع، دايما اكتب وصف مختصر للمشروع قبل ما تعرضه. ازاي كنت متوجه في المشروع ده؟ كان في تحديات ايه؟ ازاي قدرت تحلها؟ مثلا كنت مطلوب مني تصميم هوية بصرية لعلامة تجارية ناشئة في مجال التكنولوجيا، وكان التحدي الرئيسي هو ان اخلق مظهر عصري مع الحفاظ على البساطة. لازم تشرح انت عملت ايه وقدمته ازاي ووصلت بيه لفين. العملية والورك فلو، لو قدرت تعرض خطوات تنفيذ المشروع ده بيبين للعميل ازاي بتفكر. يعني تعرض مثلا السكيتشز الأولية اللي انت عملتها، الريتاتشز البسيطة اللي عملتها في صورة أو في تصميم، ملاحظات العمل النهائية. ده بيوضح انك مش بتنفذ لمجرد التنفيذ، لكن عندك عملية واضحة وفارقة. النتيجة والأرقام، لو عندك نتائج مادية زي زيادة في المبيعات أو التفاعل على السوشيال ميديا، حاول تبرزها في البورتفوليو. يعني مثلا لو زودت التفاعل بنسبة 30% بعد إعادة تصميم، حط النتيجة دي. الأرقام بتساعد في إظهار تأثير تصميمك. لو الكلاينت رجع لك بفيدباك إنه هو حقق مكاسب من وراء التصاميم اللي انت عملتها له، لازم تاخد الفيدباك ده وتعرضه وتفسر هو وصل للنتائج دي ازاي من خلال تصميمك. النقطة الرابعة، استخدام المنصات المناسبة. لو بتبدأ من الصفر ومش عارف تبدأ منين، في منصات كتيرة يمكن تساعدك في عرض شغلك زي بيهانس أو دريبل. دي منصات شهيرة بتعرض تصميمات من جميع أنحاء العالم. لو كنت عايز تجذب الانتباه لمشاريعك وتزود فرصك في الوصول لعملاء عالميين، دي منصات ممتازة. أنصحك تبني موقع بسيط لعرض أعمالك. النهاردة في منصات كتير قوي تساعدك تعمل ده. حاجة مهمة، حاول تخلي البورتفوليو بتاعتك تتضمن كل شيء عنك مش بس الشغل. خلي فيه صفحة عن نفسك، عن هواياتك، تكون بسيطة بتوضح شوية عن شخصيتك وطريقتك في الشغل. النقطة الخامسة، حافظ على تحديث البورتفوليو بشكل مستمر. البورتفوليو مش حاجة بتعملها مرة واحدة وخلاص، ده لازم يتحدث باستمرار. لو جبت مشاريع جديدة أو جربت أدوات وتقنيات جديدة، خليها جزء من البورتفوليو.
اضافة اعمالك الجديدة بانتظام. كل ما تخلص مشروع جديد ضيفه على طول. خلي البورتفوليو يتحدث عنك دايما، بس ما تضيفوش وخلاص. زي ما اتفقنا قبل كده لازم تضيفه بشكل احترافي، تكون كاتب كل المعلومات عنه، دورك فيه، وصلت لايه. تحديث الادوات، لو استخدمت برامج او ادوات جديدة لتحسين جودة شغلك اذكر ده في البورتفوليو، وبين ازاي ساعدتك الادوات دي في تحسين ادائك وتطوير شغلك. النقطة الثابتة، ازاي تدير البورتفوليو لو كنت مبتدئ. لو كنت مبتدئ ولسه مالكش اعمال كتير، ممكن تبدأ بكذا فكرة. المشاريع الافتراضية، لو مش لاقي مشاريع حقيقية ابدأ بمشاريع افتراضية. اعمل مشاريع لأنواع مختلفة من العملاء في مجالات متنوعة، أو ممكن تشارك في مشاريع تطوعية لو قدرت تساعد في تصميم أعمال غير ربحية أو أعمال خيرية أو لشركات ناشئة. ده هيكون إضافة ممتازة للبورتفوليو بتاعتك. المشاريع الشخصية، لو مش قادر تلاقي مشاريع للعملاء اعمل مشاريع ليك. اعمل تصميمات تعبر عنك أو تعرض مهاراتك في حل المشكلات. اعمل حاجة انت حابب تشوفها او حابب تشوف نفسك بتعملها. البورتفوليو هو البيزنس كارد بتاعك في عالم التصميم، هو السي في بتاعك، وهو العامل الاساسي في جذب العملاء الجدد. لو قدرت تبني بورتفوليو يشد انتباه العميل هتفتح لنفسك ابواب وفرص كبيره. لو استفدت من الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وسايب لكم في الوصف بعض الموارد اللي هتساعدكم في تحسين البورتفوليو. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.